هاد المغنيه سعيده شرف هي اللي اتهمت دنيا باطمه ولا في المحاضر ولا غير ذلك، واتهمت ذاك شي حد فقادير اسامه عجمي وذكرته في المحاضر ديالها. انا كنت لا اعرف هاد الناس، كنعرف مجموعه ديال الاشخاص اللي ذكرتهم وعندي معطيات عليهم، ولكن ماشي بينهم هاد باطمه هادي او اختها او غير عيشه عياش ولا الاخرين ما كاينش نعرفهم وما عندهم علاقه. درنا شكايه تنقول للجهات الامنيه، دائما كنا نسمع ان الجهات الامنيه بالمغرب تفكك الخلايا النائمه. هذا كنت هو في 17 يوليو خلايا حيه فائقه. المغنيه سعيده شرف في المحاضر ديال هذاك انذاك تتهم المغنيه دنيا باطمه اخت دنيا باطمه وربما شي حد كيف قدير اسامه عجمي، هي من اشارت اليهم باسمائهم وصفاتهم وبحكم انها عندها علاقه بهم او عندها عداوه مع احدهم ولا شي حاجه. المهم تيتم اعتقال ديال مجموعه ديال الناس يحالون على قاضي التحقيق. تيتم كذلك اعتقال واحد الشخص كاين في القصر الكبير يتابعون بالمشاركه في الولوج الى نظام المعالجه الاليه واحداث اضطراب فيه بغية تشهير والمس بالحياه الخاصه للافراد الى غير ذلك. لذلك تتابعون بالمشاركه في الولوج الى نظام المعالجه الاليه واحداث اضطراب فيه بغية تشهير والمس بالحياه الخاصه للافراد الى غير ذلك. تتبع المغنيه واختها واخرون وتيتحالوا كذلك عند قاضي التحقيق، وديك الساعه تتم المواجهه، حتى انني انا ما حضرتش مع هذا المغنيه في دنيا باطمه عند قاضي التحقيق ولا انصب نفسي مطالب حق مدني في مواجهه دنيا باطمه او غير او هذاك اختها او اخرين.